المعنوية الأخيرة من أجمل ما قدم أمام اليابان لما فاز الأخضر 4-3-2. وهذه كرة لياسر القحطاني في المكان الخطر، المكان المفضل لياسر القحطاني. خطرة، خطر خطر وياسر القحطاني، وبالتالي الهلال يتعادل. الهلال يتعادل بتمريرة ذهبية لياسر القحطاني. والهمسون يعيد الهلال ويعيد جماهير الهلال ويعيد البسمة للجماهير الهلالية. هذا الذي حدث. والخطأ أمام ياسر القحطاني حقيقة غير مقبول. الكرة مرت بهذه الصورة والتمريرة تبدو سليمة والنهاية سليمة، وبالتالي الهلال يتعادل. مرور سليم والتمريرة كانت سليمة، والكرة بعد ذلك شوف هنا الكرة وهنا اللمسة من ياسر القحطاني ولمسة من ويلهمسون، والعناق بين الكبيرين بين سامي الجابر وبين محمد الدعيع، وبالتالي الأمور تعود إلى واحد. موجودة المحاولة الأمام من وليد عبد ربه، مشتركة الآن تحولت إلى ياسر القحطاني. ويلهمسون هذه خطيرة في المكان الخطير، والكرة عرضية موجودة وخطيرة بالفعل ولا زالت خطيرة، وفرصة جول، فرصة جول، هي جول للهلال. الهلال يتقدم مرة أخرى، وتياغو نيفيز هذه المرة يضع توقيعه ويتقدم الهلال. والتهاني بالتالي في المدرجات، والافراح الان، الافراح اللي كانت اهلاويه الان الافراح هلاليه. ولاحظ البدايه كانت من ويلهمسون. قراءة الكرة الماضية ما كانت سليمة من عبد الله المعيوف، وبالتالي الاستغلال كان مثالي جدا من تياغو نيفيز الذي ارسل الكرة بكل سهولة كما نشاهد الى الشباك، ليتقدم الهلال بهدفين لهدف واحد. الكرة بدأت من ويلهمسون اللي سجل الهدف الأول، كرة سهلة حقيقة مرت من أمام عبد الله معيوف، وبعد ذلك تجد المتابع المتاهب